لازم افتح الكيس عادي. اه بيبقى في منهم برضه يعني الهاردوير ليه نوعين، الحته دي ما قلناهاش، نوعين، انبوت واوت بوت. انبوت ده يعني مثلا الماوس اللي انا ماسكه دلوقتي ده يعتبر انبوت ولا اوت بوت؟ مدخلات ولا مخرجات؟ لا ده انبوت. ليه؟ لان انا بدخل يعني مثلا انا دوست عملت كده اهو، انا دوست على الشاشه دي، ده كده انا اديته امر، ده كده انا اللي دخلت الامر، يبقى اسمها مدخلات. انما مثلا الشاشه اللي انت ماسك الموبايل بتشوفني منها او شاشه الكمبيوتر اللي انا قاعد قدامه ده اسمه اوت بوت، مخرجات، لان هو مخرج لي الصوره اللي انا شايفها. شاشه الموبايل تعتبر اوت بوت وان بوت، التاتش فيها ان بوت، والشاشه اللي بيطلع لك منها الصوره اوت بوت. مثلا تمام. انبوت تاني زي مثلا المايك اللي انا بتكلم منه، المايك ده انبوت، انا بدخل الصوت وهو بيطلع لكم منين؟ من السماعه دي اوت بوت، بيطلع اوت بوت يعني بيطلع لك مخرجات. انبوت انت بتدخل مدخلات بتدي له بيها الاوامر. مثلا سكانر، امسح مثلا لو هروح اطبع مثلا حاجه في المكتبه، مش مثلا بديله الملف وهو يطبعه لي، الطبعه دي بتطلع ايه؟ بتطلع الورقه مكتوب عليها اللي انا عايزه، دي كده اسمها مخرجات. السكانر اللي بخليها تشوف حاجه عشان تطبعها لي اسمها انبوت، مدخلات. يعني مثلا اجيب لكم امثله عليها تشوفوها. يعني اسمهم برضو هاردوير ولا اسمهم ايه؟ ايوه هاردوير، بس النوعين بقى، يعني في نوع هاردوير بمدخلات ومخرجات، دي كل انا عايز اكبر الصوره ثانيه. مثلا فين اهي الصوره اللي انتوا شايفينها دي، ده الانبوت. الماوس انبوت، انا بدخل الكيبورد انبوت، التاتش باد بتاعت اللابتوب انبوت، الجويستيك بتاع البلاي ستيشن برضه انبوت، السكانر انبوت، الاو سي ار والحاجات دي بقى، دي الباركود بتاع المحلات لما يروح اشتري حاجه يمسح الباركود اللي على الكيس او اللي على الحاجه اللي انا اشتريها عشان يدخل البرنامج، يدخل الكمبيوتر يقول له سعره كام. فدي كلها مدخلات. نيجي مثلا نشوف تاني مثال على المخرجات، على الاوت بوت بقى. اوت بوت مثلا اهو، افتح الصورة دي اهو، ده مثال على الاوت بوت. عندك الشاشة بتاعت الكمبيوتر دي بتطلع لي الصورة اللي انا عايز اشوفها او الحاجة اللي انا فاتحها قدامي، ده اوت بوت. عندك البرنتر، الطبعة، بتطلع لك ورقة مطبوعة بتطلعها لك، يبقى اوت بوت. السبيكرز الجزء ده حلو، هو ده، لكن اللي جوه الكمبيوتر وحش قوي، مش عاجبني. ان شاء الله واحدة واحدة هتتعود عليه. تمام، نكمل تاني. عندك مثلا اما تخلي السماعات. بالك بس البريك، ها. خلاص احنا خلصنا، دي اخر حاجة، انا خلصت كده. انا بس بقول لهم الاوت بوت تمام. مثلا سماعات، الهيدفون، السماعة اللي بتلبسها، السماعات الكبيرة اللي بتطلع صوت، اللي بيقعدوا يصدقونا بيها في الشارع ده، والصبات الكبيرة برضه اوت بوت، كل دي بتطلع اصوات. ما عدا الحاجة الوحيدة اللي تعتبر انبوت واوت بوت، الشاشات التاتش زي الموبايل، ده يعتبر انبوت واوت بوت، انا بدخل عليه التاتش بتاعي او الحاجة اللي انا عايز اعملها وبيطلع لي الشاشة اللي انا بشوف منها الحاجة. ده الحاجة الوحيدة اللي يعتبر انبوت واوت بوت. كده احنا خلصنا كل حاجة. في حد مش فاهم حاجة؟ اكتب في الشات. لا تمام. كله كويس. لا تمام. لا كده كله تمام. ماشي. تمام يا شباب، معاكم مستر يوسف. احنا دلوقتي هنبدأ افتح شير سكرين كده، كله شايف؟ تمام. طيب مستر محمد كان بيشرح الهاردوير، انا هشرح السوفت وير. السوفت وير هو برضو جوه الكمبيوتر، بس هو دي الحاجات اللي هي مش ملموسة. يعني انا دلوقتي قلت عارفه اللي هو الجزء الغير ملموس في الجهاز. حلو، هو عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة برمجة. لغة البرمجة بتاعته اسمها باينر، اللي هي 0 و1.
دي اللغة الوحيدة اللي بيفهمها الكمبيوتر. احنا عشان نترجمها له اخترعنا البرمجة. انتوا كده سامعيني طيب؟ الصوت حلو. الصوت حلو ايوه قوي. ايوه. احنا اخترعنا البرمجة علشان اصلا نترجم الكلام اللي احنا عايزين نقوله للكمبيوتر، عشان البرمجة دي هتحولها له هو للكمبيوتر عن طريق لغة الزيرو والوان. محمد بعد اذنك بس اقفل تليفونك ثواني. ماشي اتفضل. هي أقسامها بقى اللي هي أقسام السوفت وير، السيستم سوفت وير اللي هي بتتحكم في عمل الجهاز وتربط بين الهاردوير. عشان كده دايما الناس فاكرة مثلا الهاردوير السوفت وير حاجتين متضادين، لا. السوفت وير اللي من غير الهاردوير يبقى هو كده ملوش لازمة، والهاردوير برضه من غير السوفت وير ملوش لازمة. كده هيبقى يعتبر هو كده حتة حديدة، عشان طب نظام ليه التشغيل بتاعه ذات نفسه مش موجود. بتقول إيه؟ ليه السوفت وير معتمد على الهاردوير؟ أنا هقول لك دلوقتي. يعني أنت مثلا أنت معاكي جسم من غير روح، هل كده أنت كده عايشة؟ انت كده جسم بس. لو معاكي روح من غير جسم برضو كده انت مش عايشة. الجسم ده اللي هو الهاردوير، والروح دي اللي هي السوفت وير اللي هو النظام اللي بيشغل الجهاز اصلا. تمام. تمام كده. تمام. السوفت وير ده بقى عبارة اصلا عن ايه؟ المكونات الغير ملموسة والغير مرئية. يعني هي اصلا ما بتتشافش جوه الجهاز، بس هي بتبقى عبارة عن ابس كده جواه، مثلا زي الويندوز والماك سي او اس، حلو، ولينكس والحاجات دي كلها. تمام كده ولا ايه؟ تمام. طيب، هي الحاجات دي تمام. بقى كلها البرامج اللي بيستخدمها البشر لإنجاز معينة. سامعيني طيب؟ سامعين. طيب، سامعين. حلو جدا. هي دي البرامج بقى اللي احنا كده بنستخدمها مباشرة. إن احنا مثلا ايه، زي الواتس مثلا ده سوفت وير، الانستجرام ده سوفت وير. والسوفت وير ده خلي بالكم مش موجود في الكمبيوتر أو اللاب بس، هو موجود في كل حاجة ذكية. حلو. احنا حتى مثلا الأجهزة اللي هي الغسالة والميكروويف والحاجات دي كلها برضه فيها سوفت وير، بس دي بتعتمد على لغة برمجة اسمها سي والسي بلس بلس. تمام كده ولا ايه؟ وايه الفرق بقى؟ تمام. تمام. حلو. يعني عشان ايه، في ناس بس فاكرة ان مثلا الميكروويف ده او الغسالة والحاجات دي كلها انت بمجرد ان انت تدخلها توصلها في الفيشة فهي كده مثلا تشتغل. لا، الحاجات دي كلها متبرمجة بلغة سي وسي بلس بلس. الحاجات دي ان شاء الله اللغات دي هناخدها بس مش دلوقتي. حلو. والسوفت وير دي خلي بالكم هي ادوات بيستخدمها المبرمجين لكتابه برامج اخرى. ان احنا مثلا ممكن السوفت وير ده احنا المبرمج مثلا دلوقتي في برامج احنا بنستخدمها وبرامج المبرمجين بيستخدموها. البرامج اللي احنا بنستخدمها اللي هي الواتس والانستا والكلام ده كله، في برامج برضو بيبقى المبرمجين بيستخدموها. بيخش مثلا على جوجل بيكتب مثلا عايز مثلا برنامج كذا، البرنامج ده معروف عنه ان انا هخش انا كمبرمج بخش اكتب الكود علشان اطور في سوفت وير او اطور في اي حاجه عموما، يعني اعمل ابلكيشن جديد. هو بقى وظيفته ان هو بيتحكم في الهاردوير وتشغيله. يعني هو السوفت وير من غير الهاردوير ولا اي حاجه، برضو زي ما انا قلت في الاول. هو برضو بيبقى ده اللي بيسهل تعامل الشخص مع الجهاز. يعني احنا دلوقتي مثلا انا عايز مثلا اتعامل مع الجهاز، انا مثلا عايز اخش على الواتس او عايز اخش على الوورد. انا لو دوست كده انا كده اديت له تمام. امر ان هو يخش على الوورد. حلو. كل دي ملفات حلوه كده. هو بقى أيوة. مش واحنا كده دخلناها له بلغة الزيرو والوان. هو كده لغة الزيرو والوان بالنسبة له ان انا لما دوست على حاجة انا كده عملتها. هي دي لغة الآلة. هي كده سامعني؟ اللي هو بالنسبة للسوفت وير يعني. اه. هو السوفت وير ده، بص، السوفت وير ده هي لغة برمجة بتتفاعل مع كل حاجة، بس هي مش لغة واحدة، هي كذا لغة. ودي اللي بنعمل بيها الابس والكلام ده كله، وبنطور في الكمبيوتر والكلام ده كله. فهي السوفت تمام. وير دي اصلا بتنقسم لكذا حاجه. يعني عشان تشتغل بتعمل كذا حاجه. اولا ان هي بتحلل، انت بتدي لها الانستراكشن، بعد كده هي بتفهمها، بعد كده هي كده انا ما اديت لها المعلومات. حلو. هي بتفهم انا كده عايز ايه. يعني انا اديت لها المعلومات مثلا زي ما انت تروح تقولي للطالب او اي حد انا عايز اعمل كذا، هو كده عارف وفهم ان انت عايز تعمل كذا مثلا. وبعد كده هيقول لك ايه، انت هتقولي له انا عايز اصمم. يعني انت الاول بتحللي، بعد كده بالتصميم بتحط خطه. اما هو بيجي يصمم بيحط خطه، بعد كده بقى بتيجي تكتبي الكود. لو انت مثلا يعني الكلام ده كله لو انت هتعملي مثلا تطبيق، الاول بتحللي انت عايز تعملي تطبيق عن ايه، بعد كده بتشوف التصميم اللي انت هتعمليه عن ايه،
بعد كده بقى بتكتب الكود. انا هخش وبعد كده هكتب الكود، بعد كده بقى بختار اللي هو ايه، مثلا بتاكد بقى ان الكود ده صح ولا لا والكلام ده كله، بعد كده بنفذه. بعد كده بتابعه، لو انا مثلا شفت ان هو في مشكله، بشوف بقى انا مثلا ده في مشكله من ناحيه كذا، طب خلاص انا ايه هشوف هعمل له ستارت تاني، يا اما مثلا اعدل في الكود بتاعه. بعد اذنكم يا جدعان بس اللي فاتح المايك، سامعيني كده؟ سامعينك كويس. هي حلو كده. السوفت وير دي كل اه التطبيقات، يعني هو مش تطبيق معين، السوفت وير ده تطبيقات كتير جدا، لا تطبيقات التواصل ومتصفحات الانترنت زي اللي احنا فيها دي، ده كده متصفح، انا مثلا اخش هنا، انا كده ده متصفح جديد، متصفح الويب، هو ده كله، والحاجات دي كلها كده متصفحات، كل ده تبع السوفت وير برضو. هي كده سامعني؟ اه اه طيب السوفت وير بقى بيشتغل ازاي؟ هي اجهزة الموبايلات في جوبنا حلو. احنا مثلا دلوقتي انا عايز اخش على حاجه معينه، فبدوس عليها. حلو، انا بعد ما ادوس عليها انا كده اديته الامر ان هو يخش يعرض لي الصفحه اللي انا عايز اخش عليها. طيب هو السوفت وير ما فيهوش حاجات كتيره قوي زي الهاردوير، يعني انتوا الهاردوير لما المستر قاعد يتكلم معاكم، هو الهاردوير ده عشان المكونات الاساسيه جوه الجهاز، دي الحاجات اللي احنا بنستعملها اللي احنا بنستخدمها دلوقتي زي الكمبيوتر اللي قدامك، انما الهاردوير دي ما فيهوش حاجات كتير. حلو، يعني انت مثلا لو جيت تشوف الفرق بين الهاردوير والسوفت وير، هي حاجات، يعني السوفت وير هي حاجات مش مرئيه اصلا، وحاجات احنا بنستعملها جوه الكمبيوتر، مش فيها انبوت واوت بوت والكلام ده كله، لا. انما مثلا الهاردوير لا، هي الاجهزه انت بتقدر تستعملها فيها حاجات منها جوه الكمبيوتر وحاجات تانية بره الكمبيوتر. ها تمام كده ولا ايه؟ ايوه تمام كمل. تمام. الهاردوير الشاشه المسيه الكاميرا. حلو، الهاردوير ده في منه نوعين، في اندرويد واي او اس، ده على حسب الجهاز اللي انت بتستخدميه، بس ده بيبقى في التليفون. تمام. الاندرويد ده اللي هو اي تليفون عادي مثلا بيبقى اندرويد، انما الاي او اس ده بيبقى شغال على الايفون. حلو، هو بيبقى بتختلف مثلا ان هو هنا الشركه بتاعت اندرويد مثلا اللي هي سامسونج والكلام ده كله كلهم مشتركين في الاندرويد، انما الاي او اس ده بتاع ايفون بس. دي بقى بتفرق بقى بتاعت السوفت وير بتاعت ده وبتاعت ده، بتفرق من شركه لشركه، يعني نظام التشغيل بتاع الايفون غير نظام التشغيل بتاع الاندرويد، يعني نظام التشغيل بتاع تليفون الايفون غير اما تمسكي مثلا نظام التشغيل بتاع تليفون سامسونج او الحاجات دي كلها. تمام كده. بس تمام. هما الاتنين تمام. فرق ما بينهم يعني. بتقول ايه؟ هما الاتنين سوفت وير بس في فرق ما بينهم اللي هو لا الاندرويد. مش هما الاثنين سوفت وير، لا انت قصدك على السوفت وير والهاردوير ولا انت قصدك على الاندرويد والاي او اس؟ ايوه الاندرويد والاي او اس. هما اللي ايوه، قولي سؤالك تاني طيب كده. هي سؤالها هما بتقول ان هما الاثنين نظام تشغيل للموبايل، ايه الفرق ما بين النظام ده والنظام ده؟ وهل لا هما دي بتفرق الاتنين من حيث، هل هما الاثنين ايه؟ سوفت وير ولا لا؟ ايوه هما الاثنين سوفت وير، بس دي بتفرق بقى من برمجة شركة لشركة، يعني البرمجة اللي شركة اندرويد اللي هي بتبقى في الهواتف العادية اللي هي السامسونج واوبو والكلام ده كله برمجتها حاجة، وبرمجة اي او اس دي حاجة تانية خالص. اه تمام. ماشي، حد عنده سؤال طيب؟ لا كده حد تمام. عنده سؤال؟ طيب هو السوفت وير احنا يعني احنا أكيد بنعرف تمام. ان، ماشي، السوفت وير احنا بنعرف نطوره بسرعة قوي، عشان احنا مش بنحتاج مثلا، انا عايز مثلا اطور تطبيق جوه السوفت وير، مش محتاج ان انا افك الجهاز اطلع التطبيق، عشان هو اصلا حاجة واتس. حلو، مثلا على الواتس فبخش الصفحة الرئيسية، هو لو كان الواتس ده الشركة ذات نفسها مفتوح، فهو كده خلاص انا هيسمح لي ان انا اخش اطوره من جوه البيت، انما الواتس ده يعني ايه، هو نظام مغلق، فانا مش مسموح لي ان انا اجيب البرمجه بتاعته واطورها. ها، تمام. حد عنده سؤال؟
يبقى كده صاحب الوقت مثال المقفول هو صاحب الوقت هو اللي ينفع يغيرها. النظام المقفول انا ما سمعتش غير النظام المقفول، بس النظام المقفول ماله معلش. ايوه كان في حد دلوقتي بيسأل سؤال بيقول لي النظام المقفول. هو بيقول إن النظام المقفول زي واتساب ما ينفعش غير شركة واتساب هي اللي تعدل عليه بس. ايوه ما ينفعش غير شركه واتساب بس اللي تعدل عليه، عشان هو اصلا مش فاتح لك، مش سامح لك ان انت تطور فيه، عشان هو شركه واتساب بس اللي عاملاه. انما في انظمه تانية بتبقى سامحه لك ان انت تخش وتشوف الكود بتاعها وتطوره براحتك. تمام. زي ايه مثلا؟ اهو بيقول لك مفتوح المصدر، تعني ان الكود الذي تقوم عليه الانظمه تشغيل متاح عرضه. يعني هو انت بتشوف الكود وممكن تغير فيه براحتك. حلو. مجانا لان الشخص يريد ذلك. يعني هو انا دلوقتي انا كمطور عملت تطبيق حلو، انا حاسس ان التطبيق بتاعي ده مش قوي، فانا هعمل إيه؟ انا هسيبه مفتوح المصدر لحد ما يبقى فيه مطورين تانيين يخشوا يعدلوا فيه عشان يبقى هو حاجه حلوه. حلو. وليس هذا حسب، بل يمكن أيضا تعديله زي MIT واستخدمه مشاركته. هي كده سامعين؟ تمام. ماشي. تمام. بس كده ده كده اللي هو النظام المفتوح. النظام المغلق ده زي أي تطبيق قدامك، مثلا دلوقتي أنت مثلا الواتس ده نظام مغلق، أنت ما تقدرش تخش تشوف الكود بتاعه، تخش تشوف الكود بتاعه. تمام. في حد عنده أسئلة تاني؟ تمام. تمام كده؟ تمام. ايوه. ماشي.